جمعة نحرك عبد ما خضع للسيف، والجمعة مفرد نصلي قبل ممنوع. كل جمعة واقعنا هذا ومن العنا كفنا لازم نقول الصدق لا ينقطع كفنا، من شال سيف الصدر وتحزم بكفنا، صحنا ويا صوت الصدر حي على الجمعة نصرة وطاعة وتأييدا للإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف والسيد القائد الأخ المجاهد مقتدى الصدر. الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه والعن عدوه وانصر ولده مقتدى يا الله يا محمد يا علي يا مهدي. قال النبي صلى الله عليه وآله إن الله كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة. قال وقال الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة. وروى الشهيد الثاني في رسالة الجمعة قال النبي صلى الله عليه وآله الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا 4: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. قال وقال والظاهر أنه النبي صلى الله عليه وآله من ترك 3 جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. قال وفي حديث آخر من ترك 3 جمع متعمدا من غير علة طبع الله على قلبه بخاتم النفاق. قال وقال لينتهين أقوام من ودعهم الجمعات، أي اترك من ودعهم أي من تركهم، لينتهين أقوام من ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. النبي صلى الله عليه وآله في خطبة طويلة نقلها المخالف والمؤالف إن الله تعالى فرض عليكم الجمعة فمن تركها في حياته أو بعد ممات استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله شمله ولا بارك الله له في أمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا حج له، ألا ولا صوم له، ألا ولا بر له حتى يتوب. ثالثا أنه قال الجماعة من الحوزة ولعلها لا زالت تقول. لاحظوا إن إقامة صلاة الجمعة فتنة، وإنما الفتنة هم الذين فتحوها بإصرارهم على عدم الحضور، ولو حضروا لكان الانتصار أكثر واتحاد الحوزة والمذهب أكثر، حتى أنني قلت أنه بغض النظر عن السلاح فإننا نستطيع عندئذ من الناحية المعنوية أن نواجه إسرائيل نفسها ونقول لها أن نواجه فإننا نستطيع عندئذ من الناحية المعنوية أن نواجه إسرائيل نفسها ونقول لها كلا ثم كلا، ارجعي من حيث أتيت. فهم بعدم حضورهم قد ألقحوا الفتنة وأوجدوها ونصروا أعداء الدين والمذهب مع شديد الأسف من حيث يعلمون أو لا يعلمون. ويوجد محل الشاهد هذا، ويوجد هناك نص واضح في أن صلاة الجمعة ليست فتنة في مصدر رئيسي من مصادرهم، وهو أحد أجزاء كتاب المستند للشيخ مرتضى البروجردي قدس الله روحه، وهو من تقريرات آية الله الخوئي قدس الله روحه. أنقل لكم بعض عباراته التي تخص هذا الأمر باختصار. قال في الجزء الأول صفحة 32 بلسان من ينفي وجوب صلاة الجمعة يورد على ذلك عدة أدلة بعنوان نفي صلاة الجمعة ويردها ويناقشها. يقول الرابع